السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وكالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة يا رب، وافضل دايما معاكم وتفضلوا دايما معايا، وعيلتي تكبر بيكم اكتر واكتر. يلا بسرعة، لو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك، ولو لسه لأول مرة تشوفيني ولسه ما اشتركتيش انزلي بسرعة اشتركي واضغطي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتنوريني وتشرفيني في عيلتي الجميلة. تعالوا بقى معانا نحضر غدانا كالعادة زي ما قلت لكم، يا رب ما يقطع لنا عادة. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. واول حاجة عملتها في غدايا النهاردة كان ايه؟ الخضار بتاعي جبته نضفته ونقعته زي ما انتوا شايفين. في البداية كده كنت نقعاه في المية وخل زي ما بنغسله مع بعض كل مرة. شطفته من المية اللي كان منقوع فيها، وهنركنه على جنب ونشوف احنا هنحضر ايه بعد كده، او احنا هنعمل الاكله الحلوه القوي قوي قوي بتاعتنا اللي قريبه لقلبي. هي دي اقرب اكله لقلبي، بموت فيها. رز وعدس. مين زيي بيحب الاكله دي؟ أنا عندي الاكله دي احلى من اللحمه واطعم من اللحمه. نغسل الرز وعدس بتاعنا، تغسليه كويس. وهنا ميه الرز او العقد بتاع الرز مش بيبقى زي ما بتعقديه كل يوم. الميه بتاعته لازم تقلليها شويه، تقللي ميه الرز بتاع رز والعدس شويه، تمام كده، عشان يبقى مفلفل معاكي كده ومفرفر وجميل. نغسله ونشوفه بعد ما غسلته كده خلاص. غسلت الرز، هحط له الملح بتاعه زي ما قلت لكم. الميه بتاعته تكون قليله شويه عن المعقول عن الميه بتاعت الرز الطبيعيه اللي انت بتعمليها كل يوم، يعني عن العقد بتاع الرز كل يوم لازم تقللي الميه شويه. هنا خلاص هولع على الرز. تعالوا نقشر البطاطس. طبعا رز وعدس، عايز بقى جنبه تعملي بطاطس، هتعملي بتنجان، هتعملي طماطم، بيض، حاجات كتير كده. الرز ده عايز تشكيلة حاجات كتير جنبه. هنا هغسل البطاطس وهقطعها صوابع، وبعدين هجهز الطماطم بقى النهاردة انا مش هعملها سلطة، مش هعمل طبق السلطة بتاعي المحترم اللي بنعمله كل مرة، لا، نعمل طماطم. هملح الطماطم او هحدقها او هخللها، شوفوا انتوا بتسموها ايه، او طماطم مشققه، مش عارفه، في ناس بتسميها اسامي كتير كده. شوفوها معايا هعمل فيها ايه. انا كده غسلت الرز وولعت عليه، غسلت الخضار، قشرت البطاطس وقطعتها وجهزتها. هنحضر بقى طبق الطماطم بتاعنا. الطماطميه دي كانت معندة معايا ومش راضيه تتقطع، مش فاهمه ليه. قطعها زي ما انت شايفه كده. الطماطم دي مع الرز وعدس ده تبقى تحفه. اعمليها كده وجربيها، واللي بيعملها بنفس الطريقة دي يقول لي رأيه فيها. جميل، جميلة جميلة بجد. مع الرز، هو الرز أصلا أنا مش بحب معاه غير الطماطم دي بس، رز وعدس ده. اعملي طبق طماطم من ده وهاتيلي طبق الرز وخلاص. لكن لازم ولابد أحمر بطاطس، أعمل بتنجان، أجيب خضار، لازم الحاجات دي عشان الناس اللي معايا. تعالوا نعمل الخلطة بتاعت الطماطم. معايا توم مفروم، هريسة شطة، كمون، ملح وليمون. توم مفروم معلقة هريسة شطة، ملح، كمون وليمون. هقلبهم مع بعض كويس وابدأ املح الطماطم بتاعتي.
جربوها كده واعملوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. هرست الشطة فلفل احمر وفرماه في الكب، بس ما عملتش فيه حاجة تانية، وحطاه في الفريز. والثوم انا فرماه ومخزناه معاكم، مفرزاه معاكم قبل كده. هنا انا حطيت دي الدقة بتاعتي اللي بحط منها على البطاطس على اي حاجة كده، اللي هي شطة وملح بس. وهنا ده الكمون، ولسه الليمون هنعصر عليها ليمونة ونبدأ نملح الطماطم. يبقى كده عملنا الطماطم بتاعتنا. يبقى غسلنا الرز، ولعنا على الرز، عملنا البطاطس، عملنا السلطة او الطماطم المخللة بتاعتنا، وغسلنا الخضار. بس كده الغدا بتاعنا خلص. هنعمل بيض مسلوق او بيض مدحرج زي ما بتسموه، وهنحمر البطاطس. وقولوا لي بامانه ايه رايكم في الاكله دي؟ بتحبوا الاكله دي كده وخفيفه على قلوبكم زي عندي كده؟ انا في الشتاء بحب شوربه العدس قوي، في الصيف احب كشري العدس. هنا قلبتها كلها بقى مع بعض، ملحي. ما تزوديش الملح، يعني خلي الملح معقول، ما يبقاش خفيف قوي وما يبقاش كتير، يعني انت تقدري تاكليها كده، ما تبقاش مالحه. اوعي تسرحي وكملي معايا للاخر. هنا خلصت الطماطم. نروح بقى نشوف الرز بتاعنا. الرز بتاعي اكيد نشف، هوطي عليه وهحط له الزيت بتاعه، زيت او زيت وسمنه. المهم الرز وعدس بيحب السمنه او الزيت الكتير، يعني زودي شويه. دي ملك طبعا لازم توريكوا، لازم تعمل اي حاجه. تعالوا بقى نحمر البطاطس ونقدح على الرز بتاعنا. شوفي لون الرز بقى، لون الرز تحفه، لونه ومفلفل ومفرفر وجميل جدا، والله جميل. لسه النهارده بقول هنعمل عدس، ما انا جيت لعدس ايه، خافت يكون عدس شوربه. اه والله. مش بتحب العدس الشوربه. اول ما جبت سيره العدس هي خافت يكون عدس شوربه، قلت لها لا، رز وعدس، كشري عدس. هنا هحمر البطاطس. اول ما الزيت هيتقدح هنزل على الرز. ايوه كده، يا سلام سلام. اديله تقليبه بقى، اديله تقليبه حلوه كده، فرفريه. ايوه كده. هنا كنت لسه ما ولعتش على البيض يتسلق، بس شلت الزيت وهحط البيض على طول عشان اسلقه.
ايوه كده خلاص. ده شكل الاكل بتاعنا بعد ما خلصنا. حمرنا البطاطس، غرفنا الرز. طبعا الطماطم بتاعتنا الطبق الطماطم الجامد ده. هنا البرنجان مخللاه من امبارح مش النهارده. شوفي لونه الموف الجميل ده ولا طعم. اعملي البتنجان على بيات وشوفي بقى طعمه هيروح في حتة تانية. جميل. وده شكل الاكل بتاعنا البسيط الجميل. مين زي بيحب الاكلات الحلوة دي؟ يلا لو وصلتي لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك حطي لايك، ولسه ما اشتركتيش اشتركي. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي، واقول لكم مع السلامة.